السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله نلقاكم بصحه وعافيه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبتكم بواحد الوصفه بزاف شابه، وكما يقول لك تحضريها في وقفه سورتو للعاملات. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنايا جبت لكم طبق تاع الكبده بطريقه واحده اخرى. حنا ولفناها نطيبوها مشرمله، برسك يعني نطيبوها مشرمله ولا نقلوها ولا نشووها. يعني في هذا الطبق تحضري فيه وقفه او ميم طون كما يقولك يجي عسل ومعسل وبنين ما شاء الله. هنايا الكبده بيان سور كنشروها نغسلوها. انا يعني ندير لها الملح نملحها، ومن بعد ندير لها شويه خل نخليها واحد 2 دقائق 3 دقائق هكذاك في الماء والملح، في الملح والخل، ومن بعد نغسلها وحتى نصفيها حتى تقطر مليح مليح من الماء. كي تقطر مليح من الماء تاعها باش تبداي طيبي بها، ما تخليهاش بالماء ديالها. هنايا في طنجره ولا كسرونه ولا مقله اللي عندك ديري شويه زيت، شويه زيت حتى يسخن. كي يسخن لك هذاك الزيت ارمي الكبده ديالك، قليها مليح مليح كيما تاخذ هذا الشكل كيما يقول لك تولي لك شغل معسله. من بعد حتى كي تتقلى لك مليح مليح، من بعد واش نديرو واحد 3 سنينات توم 4 سنينات توم. هنايا واحد 250 غرام تاع زبده هكذا، 250 غرام تاع كبده، فهمتوني. ديروا فيها واحد 4 فصوص تاع الثوم ولا 5 فصوص تاع الثوم، وملح فلفل الكحل، رشه تاع كمون، وملعقه صغيره تاع موطارد كيما رانا نشوفوا هنايا، ونخلطو مليح. هنا تاني حاجه كي باغ اكزومبل كي تحطي الكبده ديالك اول مره لازم الزيت يكون سخون مليح، كما يقولك الزيت يكون سخون والنار تكون قاويه كي ترمي الكبده ديالك. علاش؟ باسكو كي ديريها على نار هاديه من الاولان مع الاول كشغل تطلق الماء ديالها، وكي تطلق الماء ديالها تولي لداخل كشغل تولي عاصيه، فهمتوا. مي كي ديروها على نار قويه الماء ديالها يقعد لداخل وميم طون تجي طريه. كي طيبيها تجيك طريه ما شاء الله. يعني تبعوا هاد الخطوات في اي يعني كي تروحي تقلي ولا بهذه الطريقه يعني تجي بزاف شابه. من بعد هنايا باش ما يتحرقناش كما يقولك الثوم وهذوك الصوالح، نديرو واحد نص فنيجل تاع ما، ونص فنيجل تاع ما هذا ما كان مع الاول. ومن بعد هاتيك هنايا بون قلت لك مع الاول تطل شغل النار قويه، من بعد حتى كي تتقلى لك مليح الكبده، ومن بعد نقصي النار وديري لي زيبيس تاعك والثوم باش ما يتحرق لكش الثوم ولي زيبيس. ومن بعد ديري نص فنيجل تاع ما ونقصي النار كامل وغطيها هكذا. شوفوا هنايا كيفاش كي خليتها واحد قولي واحد 8 دقائق 10 دقائق على نار هادئه. عبك هذيك لاصوص يعني هنا الامانه زدت نص فنيجل تاع ما، تما ديري واحد فنجان هكذاك، فنجال ونص، وتنقصي النار ديالك كامل. مع الاول ديري نص فنجال برك، ومن بعد زيدي نص فنجان ولا فنجان، فهمتوني، باش تخلو شويه لاصوص. هذيك لاصوص تجي عاقده واش نقول لكم. من جهه واحده اخرى قلت لكم درت قليت البطاطا، من بعد درتها داخل هذيك لاصوص تاع الكبده ديالنا كيما راكم تشوفوا هنايا، وغميتها نغمها وتاني على نار هادئه باش هذيك البطاطا تدخل فيها هذيك لاصوص تاع الكبده. في الاخير كامل نقطعوا المعدنوس ونديروا رشه خفيفه تاع كمون، ما تكثروش الكمون، رشه خفيفه كيما نعرفوا الكبده تحب الكمون هكذا. والطبق ديالنا راهو وجد وبالصحه والهنا، ويعني والذوق ما عندي ما نحكي لكم، يجي معسل وشباب والمنظر ما نحكي لكش ما شاء الله. يقدم معاه عصره هكذا نقولوا ديري برش تاع هكذا قارص. شهيتكم في الجنه البنات، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. وتهلاو في رواحكم وفي الاعداد القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.